نكمل. طيب، أول حاجة عايزة أبدأ بيها إني أحس حلو تجاه جسمي زي ما هو، حتى الجزء اللي مش عاجبني في جسمي. مفيش حاجة هتتغير إلا لما تجوت accepted. مبدئيا أنا محتاجة لجسمي في الثيرابي. يعني أنا بدأت الرحلة بتاعتي كإيموشنال practitioner، emotional therapist، وبعدين emotional trainer، كأني بعيدة عن الجسم. كأني مش محتاجة جسمي في حاجة، كأن المشاعر هتحلي لي القصة كلها، كأني لما تابع على مشاعري جسمي هيظبط لوحده. على فكرة، أنا لما بدأت في 2011 2012 ما كنتش لسه اتصالحت مع حدوتة جسمي، رغم إني كنت رفيعة وقتها. لكن ما كنتش متصالحة مع البادي شيب بتاعي، ما كنتش بشوف نفسي حلوة. ف بنبتدي نشتغل على الجسم بشكل سيريس لو لا قدر الله عندنا مشكلة صحية. يعني ما بتدخلش وهدفي اني انزل الوزن الا لو الوزن ده مسبب مشكلة صحية. otherwise انا نيتي لنفسي الجمال، التوازن، الصحة، ان الجسم ده يشتغل معايا بأحسن أداء ويكون بأجمل إطلالة أو بأجمل لوك لغاية آخر حياتي. الصحة، الشباب، الجمال. وبسيب لجسمي وللسبكونشس مايند بتاعي فكرة اختيار الوزن المناسب لي. بعد سنين كتير قوي من الستراجل مع am I chubby girl ولا المفروض اكون بنت رفيعة، اكتشفت ان حاجة من الحاجات اللي تخليكي دايما تباني اصغر من سنك هي خدودك. لو انت عندك خدود هتباني صغيرة على طول، ودي حاجة من البريفليج بتاعت the chubby girl. لا ادعم اننا ما نخسش ولا ادعم اننا نتخن، وفي نفس الوقت لا ادعم اننا to attack your body عشان توصلي لوزن معين كرقم. ايه اللي انت هتاخديه لما توصلي للرقم ده مش قادرة تاخديه دلوقتي؟ اوكي، خلينا نتنفس ونشوف ايه الشعور اللي احنا حاسينه تجاه الكلام